ياه! جِبت كُتب وهانجح أخيرًا، كُتب النجاح بقى، ما نشوف بقى بيقول إيه. الفصل الأول: السراب والحقيقة. بعض الأشخاص يشعرون وكأنهم يعيشون في قصة علاء الدين والمصباح السحري، حيث يرغبون في كل شيء دون جودة أو هدف أو ثقة بأنفسهم. ده أنا. هناك من يتمنى الجسم المثالي لجذب النساء، وآخرون يتمنون الثروة وينفقون بلا تفكير. ولا جسم ولا بتاع، ارمي يا عم. وريني ده بيقول إيه. هو كلام كتب على الفاضي. واحد كتب له جملتين، فكر خلاص كده ان هو بقى كاتب. يعني مجرد كتاب، يعني انا دافع 100 جنيه في كتاب، هل ده لا يوصلني للنجاح؟ ال 100 جنيه دي ما اعتقدش. الفكره كلها هنا مش ان انت تشتري كتاب، او ان انت مجرد بتدفع فلوس عشان حاجه توصلك، لا. الفكره كلها ان انت تاخد الخطوه صح، وان انت مجرد كتب زي دي مش مجرد ان هي وسيله بتنجحك، او هي خطوات عمليه هتقول لك امشي 1 2 3 4 فانت هتوصل، لا. دي بتساعدك تغير تفكيرك، تغير وجهتك للنجاح، تغير حاجات كتير جدا، منها تفكيرك ان انت مهما فشلت فانت ممكن توصل بعد فشلك. فالفشل الحقيقي في كونك ان انت مش عارف توصل لحاجة، او ان انت مش عارف تاخد الطريق الصح. فان انت يوم ما تاخد طريق زي ده لازم تمشي فيه. فمش مجرد كلمات على ورق هي اللي هتنجحك. وانا مش بقول لك ايه ككاتب، لا، انا بقول لك كده كواحد عايز مصلحتك. هي الكتب هتغير تفكيرك وتغير وجهة نظرك وتغير حاجات كتير قوي فيك، وممكن تساعدك، لكن مش هي اللي هتوصّلك. هي تساعدك إن أنت تبقى على أول طريق النجاح، وبعد كده طريقك. فأنت يوم ما تاخد خطوة زي كده، فدي مجرد كتب بتنمّي مهاراتك. مفهومك عن الكتب إيه هو؟ من نوع كروايات أو تعليمي أو تطويري، منهما أفضل. لو بتفضّل الكتب التطويرية، أو إن هي الكتب عمومًا مجال التنمية البشرية في المختصر العموم، بتحب الbusiness، بتحب الفلوس، عايز تعمل عملك الخاص، عايز تنجح، أنا هاساعدك. مش بس أنا، والكتب بتاعتي كمان. كتاب from zero، الكتاب ده بيتكلم عن النجاح، بيكلمك أنت شخصيًا، مش بيكلم كقارئ إن أنت بتقرا كتاب عادي ما لوش أي 30 لازمة. لأ، الكتاب ده بيكلمك أنت، وبيعرّفك إن أنت مهما مرّيت بحاجات كتير أوي، والحاجات دي أصلًا هتلاقيك أنت مرّيت بيها، يعني القصص والمجالات والخطوات اللي أنا كاتبها لك في الكتاب ده، فهي بتعبّر عنك أنت كشاب مصري. من أول ما أنت بتكسّل إن أنت توصل لحاجة، زي فكرة إن والدك ربنا يخلّيه لك يعني، بيكسّل يجيب الريموت من جنبه، فبينادي عليك من آخر الدنيا، يقول لك: "يا عبد الرحمن تعالَ هات لي الريموت اللي هو قدّامك." "طب ما هو قدّامك يا حاج." "لأ، هاته لي أنت." ده مبدأنا إحنا كشعب مصريين، أنا والدي بيعمل كده وهيشوف الفيديو هينفخني أنا عارف. فإحنا شعب كسلي جدًا، فبنسبة كبيرة أوي مننا ما بيحبش يعمل حاجة، نسبة صغيرة هي اللي بتخش في مجالات جديدة، تخش في فعاليات، تخش في خطوات، بتبني كيان لنفسها. أنا من ساعة ما دخلت مجال الكتب وأنا خلاص حطيت هدف لحياتي، إن أنا لازم أساعد الناس توصل لحاجة، حتى لو مش هاعرف أوصّل الفكرة بنسبة 50%، بس هاوصّلها لك على قد ما أقدر. الفكرة كلّها إن أنت مهما حاولت توصل لأي حاجة في حياتك هتقابلك عقبة، وبعدين ناوي تحط نقطة صفر من أول ما تفشل، والّا هتبتدي بمكان ما أنت اتعلمت أو مكان ما أنت فشلت؟ هي نفس الفكرة زي إن أنت بتجيب لوحة وبتقعد ترسم عليها. نفترض إن أنت رسمت وردة، الوردة دي ما طلعتش بأحسن شكل،
فأنت خلاص هتبطّل رسم وكفاية على كده، والّا هتقطّع الرسمة الأولى تبتدي رسمة جديدة؟ في الحالة دي أنت اللي بتختار، يا تكمّل من جديد أو من نقطة الخبرة، يا توقّف وتشوف لك طريق تاني. ففي الحالة لو شُفت لك طريق تاني، فده مش هدفك خالص، مجرّد كان عندك شوية شغف وراحوا لحالهم، مش أكتر. فهدفك الرئيسي يوم ما تقول يا نجاح هتدوس فيه، مش هتتنازل عنه أبدًا. فالفكرة كلّها إن أنت بقى يوم ما تاخد خطوة زي كده، لازم يكون عندك يقين وتخطيط وإيمان بنفسك وبربنا أولًا، وإن أنت دايمًا مهما كانت خطوتك فأنت هتوصل. حاجات كتير أوي هتقابلك، ما تفتكرهاش نهاية، سواء فشلت في أي نوع من المجالات أو فشلت في أي شكل من الأشكال، ما تعتبروش فشل. طب ليه ما تعتبروش فشل؟ لأن هو الفشل أصلًا حاجة ما لهاش وجود أو حاجة بنتعلم منها. فأنت لو خدت الفشل كإن أنت حاجة تتعلم منه، فأنت هتوصل للي أنت عايزه. لو خدته كنقطة نهاية، فأنت لأ، عمرك ما هتوصل لأي حاجة بالشكل ده. فالفكرة التانية إن أنت يوم ما تاخد مجال خلاص فشلت مرة والتانية والتالتة والرابعة وخلاص عمّال تفشل، ما تغيّرش الهدف، غيّر طريقك للهدف. ممكن طريقتك للوصول غلط، لكن الهدف نفسه صح. جرّب غيّر تفكيرك في الطريقة اللي توصل بيها، أو غيّر الأسلوب اللي أنت عايز توصل بيه. ما تتبعش أسهل الأساليب، وما تستناش فرص من أول مرة. الموضوع هياخد منك شوية وقت، وظهوري قدامك على الشاشة مش معنى كده إن أنا خلاص ناجح وإن أنا وصلت كل اللي أنا عايزه، لأ. الموضوع لسه النجاح ما لوش نهاية أو ما لوش حدود من الآخر، فهياخد منك وقت كبير جدًا. لكل هدف طريق، ولكل نجاح خطوة، فخطوتك هي اللي أنت تاخدها. فهناخدها الخطوة دي مع كتاب step one. الكتاب التاني بتاعي، الكتاب ده فيه خطوات عملية وتطبيقية إن أنت هتنفذ اللي هيتطلب منك في الكتاب، داخل الكتاب. ومش بس كده، مش مجرد كتب للقراية بس، بل أيضًا للكتابة. في الكتب بتاعتي أنا عملت حاجة جديدة، دايمًا في أي مجال باحب أخشه أحط البصمة بتاعتي. إيه هي بصمتي؟ إن أنا أسيب مجال للكتابة في الكتاب بتاعي، إن أنا أعمل كتب بأسلوب مختلف. هنا باسألك، هل أنت مُفرط في التفكير؟ أكيد كلنا كده. ففي كتابي أنا هاساعدك تضع أفكارك هنا وتحلها، بدل ما أنت مُفرط في التفكير. بس مُفرط في التفكير مش اللي أنت عندك مشاكل، لأ، مُفرط في التفكير إن أنت عندك حاجات مش عارف توصل لها إزاي. يوم ما تاخد خطوة زي كده، تاخدها ليه؟ أنت عاجبك حالك؟ يعني أنت دلوقتي مبسوط بحالتك المادية، بشغلك، مبسوط بنجاحاتك، حققت حاجة. يوم ما هتبقى عندك أسرة، هل الأسرة دي مبسوطة منك؟ أو هيبقوا فخورين بيك في كل مكان؟ والّا أنت نِفْسك تبقى تبع فلان؟ ليه ما تبقاش أنت فلان؟ ليه أمّا تروح مثلًا تقضّي مصلحة ما، تقول أنا جاي من طرف فلان؟ طب ليه ما تخلّيش أنت فلان ده ويوم ما تكبر ويبقى عندك أسرة، ييجي ابنك يقول أنا أبويا فلان؟ هي مش فكرة مصالح ولا فكرة رُتب ولا فكرة وسايط من الآخر، لأ، هي فكرة إن أنت كون اللي حواليك كلّهم مبسوطين منّك. هي فكرة إن أنت تبقى مبسوط بنجاحك، ومبسوط إن أنت وصلت لحاجة نِفْسك تحققها من زمان أوي، وأهلك مبسوطين بيك. وبعيد عن أهلك، لو كان عندك أسرة، فيكون ابنك مبسوط منّك بكل إنجاز حققته. فأقل الإنجازات فهي أعلى الإنجازات في عيون الناس القريبة منّك.